بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. صاحب السمو الملكي الذي كتب الناظر الرئيس العام للبيئة، أصحاب السمو وأصحاب المعالي والسعادة، الأخوات والإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود في البداية أن أقدم الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز لدعوته للمشاركة في هذا المنتدى الشريف العام. كما أود حفظ الله عام في هذه الكلمة من خلال منظومة التنمية والسلامة. طيب خلاص خليه. مزحومة مرة، حطينا أول طاح برمي كفنا ممكن نحطه. خليه طيب يخلص ونركب أنا وأنت، أخاف يطيح ولا بري. إن شاء الله طلع لك صورة. في الأجلس والذاتي وفي الآمال والطبعات التي كنا نرجو أن نصل إليها في ذلك الكون. وبالمختصر أرى أني بعد 20 عاما أردد بيت الشاعر الذي يقول: أمان إن تكن حقا من هذه الواقع هذه التجربة أعيد أن هذه الخدمة أن توفر فرصة للمجتمع الدولي للبحث عن مدى التقدم الذي تحقق من تطبيق هذه القرارات، فعلى المجتمع الدولي قبل التحدث عن رؤية جديدة والتسرع بوضع أهداف مستقبلية صعب التطبيق أن يكون واقعيا وأن ينظر في التحديات كما وكيف، إذ ما زالت تواجهنا وما سنفعله على احتيالها فهي تحديات كبيرة يأتي مقدمتها توفير الطاقة المستدامة للجميع. كما يجب على المجتمع الدولي إدراك أن فقد الطاقة يعني الفقر في الأساس، وأن يتم العمل على مكافحة الفقر والقضاء عليه للتغلب على فقر الطاقة من أجل توفير الطاقة الحديثة للجميع. كما يجب الأخذ بالاعتبار المعايير التي اتفق عليها المنذرين عام 2092 ميلادي، والتي تشمل إمكانية الوصول إلى الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها وأمنها واستمراريتها. ولمعالجة فقر الطاقة على نحو فعال يجب الأخذ
كل فئات الطاقة، لأن الفقراء يعيشون تحت ظروف متعددة في مناطق نامية بالتنوع الجغرافي الكبير. ونجد بالضبط أن الاقتصاديات هذه الدول لا بد لها من تتمكن من الاستثمار في مجال الطاقة، وفي نفس الوقت فإن توفر الطاقة سيؤدي إلى النمو الاقتصادي لهذه الدول، إذا لا بد من الاهتمام بكل هذه الجانبين: صاحب السمو الكريم، وهي في المسودة الابتدائية اجتماعي بلس 20 3 أهداف الطاقة يتعين تحقيقها بحلول عام 2030 ميلادي، وستكون هذه الأهداف محور كلمتي لهذه. وهي أولا ضمان توفير الطاقة الجديدة للجميع. ثانيا مضاعفة معدل التحسن في انتفاع الطاقة. ثالثا مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيد الطاقة العالم. إنه من الواضح أن تحقيق هذه الأهداف سيكون بتكلفة تفوق كثيرا من الدول النامية لها، وكيف بإمكان ذلك وهي لا تستطيع توفير المتطلبات الأساسية للمواطنين؟ فما بالك بتحقيق هذه والتي لا بد أن تتحقق كما أشار السيد شيء سواء زوكر أمين عام مؤتمر الأمم المتحدة واستدامة عام 2012 لكلمته التي ألقاها في منتدى دول الطاقة الذي الكويت ومصر، إلى أن اهتمام الاستثمارات اللازمة لتوفير الطاقة الحديثة للجميع بحلول 2030 تقدر بحوالي 1 مليون دولار أو المتوسط السنوي. هدف ثاني هو مضاعفة معدل التحسن من كفاءة استخدام الطاقة، واقتراح مثل هذا التحسن بمعدل 2.5% سنويا إلى 40 مليار سنويا حتى عام 2030. وفي الدول ذات الدول وما بين 140 إلى 170 مليار سنويا في الدول المتوسط السابق، أوفر من سيكون إفادة. هذا الثالث هو مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيد الطاقة العالمي بحلول عام 2030. من غير الواضح إذا ما كان يعني ذلك مضاعفة كل نوع من أنواع الطاقة المتجددة على حدة أو مضاعفة مجموع كل لها. وأود الإشارة إلى تقرير مصر صدر حديثا من قبل هيئة الكلية الدولية المعنية بالتغيير المناخي، ذكر فيه أن المصدر الرئيسي من مصادر الطاقة المتجددة البالغ 23% في عام 2008 ميلادية هي الفكرة الحيوية البعيرة، لكن هناك لماذا القدرة على مضاعفة استخدام المصدر من الطاقة إلى 5000 مليون دولار في حلول عام 2020، وما بين 1450 مليار دولار إلى 7180 مليار دولار عام 2021 إلى 2030. وذلك في مجال توليد الطاقة فقط، وتعد هذه الأرقام باعتبارها من حياتنا إن هذه الأهداف السبعية ليست هي الوحيدة التي يصل تحقيقها، بل أن
ومن الواجب قبلنا أهداف مستقبلية للتزامات القائمة والتي لا يمكن الاتفاق بها العقدين الماضيين. هناك أمر آخر تفصيل أو تأكيدا ويوجد هناك تقدم محدث في مجال نقل التقنية أو بناء القدرات البشرية. كما يجب أن ننسى دور الرعاية الزراعية المقدمة من الدول المتقدمة في مجال والتي أدت إلى الإضرار بمزايا الدول النامية وعلى الحصول على دخل الناس في التنمية الإنتاج. مما سبب بالتالي نجد أهداف خاصة بالإضرار بالبطولة في المسودة الإنتاجية والاجتماعية والبشرية صعب التعبير من الناحية العلمية والتقنية والتنمية. السمو الكريم أود قبل أن أتكلم بها الضوء بشكل سريع على بعض المبادرات التي اتخذتها المملكة في مجال التنمية والسلامة. فهي المملكة تحتل مركزا دوليا مستقلا في مجال المساعدة والدعم الاجتماعي الخارجي نسبة إلى إكمال الإنتاج المالي وبشكل يفوق ما أوصت به المملكة. الدول المانحة المساعدات ألا تقل نسبتهم المساعدات عن 17% من الناتج الوطني. تقدم هذه المساعدات إما من خلال إضافة أو متعدد الأطراف. تستهدف هذه المساعدات من احتياجات الدول المستفيدة التنموية في مختلف القطاعات. لذلك فإن المملكة بعملها هذا يمكنها التحدث عن المساعدات الدولية بكل فرق وثقة واعتزاز، وأن تقوم بحث جميع الدول المتقدمة بالوفاء بالتزاماتها لتحقيق هذا الحد الأدنى على الأقل. وإدراك من المملكة الصعوبات التي تواجهها الدول الفقيرة لتلبية احتياجاتها، فقد أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن سعيد حفظه الله مبادرة تاريخية في اجتماع جدة التشاور في هذه القاعة في يونيو عام 2008 ميلادي بعنوان الطاقة من الفقرات تكون لتمكين الدول النامية من مواجهة تكاليف الطاقة من الجزائر. كما قامت المملكة العربية السعودية بخطوات عملية في مجال كفاءة استخدام الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، حيث تم إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة المتمادة ومجالات البترول والثروة المعدنية. ويجب على الإعلام الوطني لتنشيط الطاقة ومن المهمة اعتماد البرنامج لهذا الهدف. وتدرك المملكة أنها تواجه تحديات خاصة تتعامل مع كفاءة استخدام الطاقة، إلا أنها عازمة على المضي والأمم في هذا المجال واستثمار كثير من الجهد